زماننا دلوقتي فينا شويه اكشن حلوين. بعد الشر عليك لو اتعرضت للدغه التعبان او العقرب او اي حيوان سام، ولكن لو ده حصل بسرعه تلاقي اللي يقول لك بسرعه اربط مكان الجرح من فوق بقماشه علشان السم ما ينتشرش في باقي اجزاء الجسم بسرعه. وكمان بتلاقي اللي بيقوم بمحاوله شفط الدم من على الجرح عشان ما ينتشرش في باقي اجزاء الجسم، ولكن العاده دي غلط جدا وخطر كمان. جه هنا دورنا عشان نصحح القرار. يا ريت تفاجئني يا بسام. انا لما بربط الجرح بيحصل الجرح بيورم، وكمان بيحصل تلف وتورم في الانسجه الداخليه. بعض الدراسات اثبتت ان هم بعد ما حللوا الدم اللي طالع من جسم المصاب لقوا ان الدم ده ما فيهوش الا سم قليل جدا، وان موضوع شفط الدم من على الجرح بيساعد على تورم الجرح اكتر. ده غير ان هو هيسبب العدوى للشخص التاني، وكمان السم هينتشر بصوره اسرع في جسم المريض. وكمان بنلاقي ناس بتعمل حركه غريبه جدا، يعني بيقوموا جايين مولعين حته كده معدن ويسخنوها جامد جدا، وبعد كده بيبداوا يحطوها على الجرح عشان توقف النزيف ويطهروا مكان. الحركه دي غلط جدا، بتسبب تلوث الجرح وكمان بتسبب تجلط في الدم والالم. بلاش نحط قطعه تلج على النوع ده من الجروح، لان ده هيمنع تدفق الدوره الدمويه وهيعمل كمان تجلط في الدم. افضل طريقه ان احنا نعالج بيها الموضوع ده انك تربط مكان الجرح بقماشه كويس جدا وتلفها كويس، ما تفضلش كمان تحرك الجزء المصاب من الجسم لان ده هيسرع من انتشار السم. وكمان دايما طهر مكان السم ده بالمطهرات عشان تاثيره يروح ان شاء الله. ودي بعض الحاجات البسيطه اللي تقدر تعملها لغايه ما تروح المستشفى. استنونا في حلقات جايه كتير. سلام عليكم.